هو الكركديه يا جماعه فعلا بيوطي الضغط. صراع الدائم ما بين الدكتور والمريض، انا باخد كركديه، لا ما تاخدش الكركديه وخد الدواء. اول حاجه لازم تعرفها عن الضغط ان الضغط طبيعته 120/80، ولازم اقيسه في 3 اماكن مختلفه في 3 اوقات مختلفه. مش بس كده، ده لازم يكون الانسان هادي وفي حاله صحيه وبدنيه في منتهى الاسترخاء، ويفضل ان الاوضه تكون هاديه وما يكونش كمان واكل. شايف الحلاوه؟ يعني ما تبقاش انت كفران في شغلك وطالع عينك طول اليوم ومخصوم لك اسبوعين 3 ومتخانق مع مديرك وسامع لك كلمتين وعايز ضغطك يبقى مظبوط، ولا متخانق مع نصك الحلو او نصك الحلو وكل واحد منكم واخد اللي فيه النصيب ومتخيل ان هو هيروح يقيس الضغط ويلاقيه تمام. طب يعني على اي اساس؟ يعني باي حق؟ وتجيب الثقه دي منين؟ يعني لو لقيت ضغطك عالي في المواقف دي عادي مفيش مشكله، ما تتخضش واقعد كده وروق واشرب لك كوبايتين كركديه. والكركديه ايه بقى حكايه الكركديه ده؟ هل الكركديه فعلا بيوطي الضغط ولا ما بيوطيش الضغط؟ وعشان اريحك واطمنك، في دراسات بالفعل اتعملت على الكركديه، بس الحقيقه كانت كلها على اعداد صغيره، وتم اكتشاف ان الكركديه ممكن يكون له فعاليه انه يوطي الضغط، ولكن ليس بنسبه احصائيه. يعني هو مش فعال للدرجه اللي تكفي انه يكون علاج، والا كان تم استخلاصه على شكل قرص. والدراسات كمان قالت ان طيب لو الكركديه بالفعل بيوطي الضغط، طب الجرعه هتبقى قد ايه؟ يعني اخد كام كوبايه في اليوم عشان ابقى كويس؟ ولكن وجهه النظر السائده ان الكركديه يعتبر مشروب مهدئ. يعني لو انت فعلا متعصب او متضايق او متخانق، ممكن تاخد مشروب الكركديه يهديك، وبالتالي ضغطك اللي كان عالي من شويه ده ينزل، ولكنه ليس علاج فعلي للمريض اللي ضغطه مرتفع باستمرار. عشان كده بيطلع شوية هرمون السعادة اللي بيخليك كده تهدى وتبقى مبسوط وفي حالة لطيفة، زيه زي مشروبات كتير على فكرة. أما بقى الدوم فده مش هتكلم عنه عشان طعمه وحش وأنا ما بحبوش الحقيقة. عارفه؟ ايوه وحش، ما تبقاش تشرب من عنده يعني. فالخلاصة لو انت مريض ضغط بجد، يعني بتقيس ضغطك في 3 مواقف معينة في 3 أماكن معينة، ولقيت ضغطك باستمرار بالرغم من وجود حالة نفسية وجسدية هادئة، ومع ذلك ضغطك مازال فوق ال 150/90، فانت محتاج تاخد الدواء باستمرار. ولو اشتريت محصول الكركديه كله ضغطك مش هينزل، ولكن انا اقدر اديلك بعض النصائح المهمه جدا. اول حاجه، بلاش تقيس الضغط باستمرار، لان كل ما تقيسه باستمرار وتلاقيه عالي كل ما انت هتتضايق، ولكن طالما انت ماشي على علاج قيسه كل فتره او حسب تعليمات الطبيب. نمره 2، لازم دايما تاخد بالك من العوامل الخارجيه اللي بتخلي ضغطك يعلى. يعني لو انت بتتعصب باستمرار لازم تحاول تهدى شويه، وانت بتدخن لازم نبطل تدخين، لو وزننا عالي او بنمارس عادات غذائيه سيئه لازم ان احنا نحسن العادات دي ونلعب شويه رياضه عشان ننزل الوزن. واخر نصيحه بقى، بلاش يبقى عندنا جهاز قياس ضغط في البيت، وبالتحديد الالكتروني، لانه غير ان هو بيوترك ويعصبك ويخليك دايما كده في حاله ان ضغطك بيبقى عالي، لان كمان قياسه مش دقيق بالمره، فبلاش منه رجاء. سلام.